مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله راكم مهنيين. انا صافي الحمد لله. اليوم بسم الله على بركه الله جيتكم بوصفه لي تارتوليت. درت تارت او سيترون ودرت لي تارت او فروي. نبداو بسم الله. هنا عندي 100 غرام ولا 50 غرام تاع الزبده كيما تحبوا، حبه تاع البيض، 3 مغارف كبار سكر كلاص، غرفه مايزينا، شويه لافاني، ونطموهم بالفارينه. انا هنا خدمت بلا بات صابلي، وانتوما كل وحده واش تحب دير. كاين تحب دير بات بغيزي، هاد الايامات ان شاء الله نزيد ندير معكم بات بغيزي. نبداو بسم الله. هنا نحكم لو ريسيبيون تاعي، نحط فيه الزبده، نزيد له حبه تاع البيض، ونزيدو سكر كلاص، ونزيد غرفه تاع لا مايزينا، ونخلط كاع المكونات مع بعض حتى تشوفوا كامل هذاك السكر داب ولا مايزينا هذيك تخلطت مع البيض والزبده باش تبداو تلموها بلا فارين. يعني سهله، في 5 دقائق تقدري توجديهم. هنايا راح نزيد لافاني، عندي ندير 2 كويير ولا 3 كويير واش ما تجينيش فيهم ريحه البيض هكذا، باسكو لا كويير صغيره سي بور سا درت 3 كويير. نتوما كل وحده ولا كويير ديالها هكذا. هنا عمرت هذا البول هكذا، ونبدا نطم العجينه غير بالعقل. عينكم هي ميزانكم، لا بات صابلي لازم تجي طريه ما تجيكمش يابسه. هنا هاي ليك لاباط كنت كملتها باش نوريلكم برك كيفاش جا القوام ديالها. شوفوا شحال طريه. درت كامل هكذا ليمون وخفتهم بلا فورشيت. هنا نوريلكم برك وحده كيفاش درتها، تحكموا هكا العجينه. هنا كملت وريت لكم وحده كيفاش جات. هنا ندخلوا كامل العجينه هكا والزياده تنحوها، نحطوهم يطيبوا على 180 درجه، ونروحوا نوجدوا لا كريم اللي نديروها لداخل مع بعض. هنا لا كريم راني حنديرها، عندي نص لتر تاع حليب، 3 مغارف تاع سكر كريستاليزي، وغرفه كبيره تاع لا مايزينا، وحبه بيض. وهنا عندي لا فريز بور لا ديكوراسيون. نتوما كل وحده واش عندها. نبداو هنا نديروا الحليب هو الاول في لاكاسول هكذا، ندير معاه هذوك 3 مغارف كبار تاع السكر كريستاليزي، نزيد له حبه تاع البيض، ندير له لا مايزينا، ونزيد لافاني بيان سور باش ما تبقاش فيهم ريحه البيض. انا ما نحبش هذيك الريحه تاع البيض. هنا لافاني باسكو خلاص ما بقاتليش فيها، قلت نديرها ديريكتوم هكذا. نحركهم نديرهم ابتيفا فوق النار حتى تعقد ونولي لكم. يا راني نجري قلت نوريكم. هنا بعد ما طابت زدت لها غرفه تاع الزبده، تحطوها هكاك سخونه باش تعطيكم هذيك لا بغيونس. نروح ديريكتومون نقروها لي طاخت. هنا النتيجه الاخيره، شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفه. صحه فطوركم.